جماعة اللي اتناقضوا النهارده كتير في العربية والتعليقات اللي عادت بتيجي. الكلام اللي كان الناس بتتكلم عليه بتقول لي ده تعليقات، وانت ازاي تقول وازاي تقول على العربية وهتشتغل وهتبقى حلوة الكلام ده كله. انا اتكلمتك على فئة معينة عربية. في ناس اللي بتقول لي، قلت لكم يا جدعان انا ما بتكلمش في توك توك. النهارده انت بتقول لي ازاي تتكلم على العربية وتطلع فيها انت شفتها ومش هتعرف تشتغل فيها والكلام ده كله. عامة احب اقول لاي حد، انا كنت ميكانيكي عربيات، عندي مركز صيانة عربيات قبل ما اشتغل في التوك توك ده من 2001 و2002. عشان بس الناس اللي بتشغل راسها بتفكر ان هي بتقول لك ايه ما بيعرفش يشتغل او مش هتشتغل فيها والكلام ده كله. انا بتكلم على عربيه. انت بتقول لي عربيه بديل التوك توك، عربيه بديل التوك توك، يعني مش توك توك بديل توك توك، عربيه. فالعربيه النهارده لما بتكلمني في عربيه ب 195,000 وب 200,000، وعربيه اربع بيبان وتقفل عليك باب وراكب معاك زبون بتقفل عليه بابين، يعني الزبون راكب جوه والبيبان متقفله، يعني عربيه. هروح ارخص في المرور ارخص عربيه مش هرخص توك توك. تمام. فانا بقارن النهارده عربيه ب 200,000 واربع بيبان ونازله من 2017 ولسه النهارده فاكر تعرض لي عليها او تنزلها عندنا. تمام. انا بتكلم على جمهوريه مصر العربيه عامه عندنا في مصر ان هي لسه هتنزل عندنا او لسه بيفكروا ينزلوها. هي اصلا موجوده عندهم من 2017 بيسوقوا فيها. فلما من 17 لحد دلوقتي 24 بيسوقوا في عربيه يبقى مشروع مش نافع. تمام. فانا ما اكلمك النهارده على طائفه عربيات، انا بتكلم كعربيه، عربيه بعربيه. يبقى انا اللي خلاني اجيب عربيه ب 200,000 اروح أنا النهارده اجيب عربيه، اجيب سوزوكي ماروتي ب 185,000 او 180,000 واسمها عربيه وثلاثه بيستم وتكييف وباور واسافر بقى زي ما انا عايز. اروح اجيب سوزوكي تمنايه سبع راكب واشتغل بقى مشاوير خاصه واحمل بقى حضانه واروح يمين وشمال وكل حاجتي واسافر بقى في اخر الدنيا واطلع بقى مصايف واللي نفسي كله اعمله ب 200 وكام؟ ب 270 و 260. خليها احلى بزياده شويه. بس برضه عندي فرق، انا بتكلم في عربيه. لكن تقول لي عربيه 217 سي وتقول لي مش عارف ايه وبيستم واحد وغيارات في الطابلون وتقول لي مش عارف ايه وتقول لي سرعتها 70 وهترخص عربيه وتقول لي ب 200,000. ما هو برضه لازم نكون عقلانيين يعني. فانا لازم اقول كده. وبعدين انا قبل ما اعمل الفيديو دوت وقبل ما اطلع اصور وقبل ما اتكلم على العربيه خالص انا خدت راي المشاهدين بتوعي ومتابعيني وحبايبي الناس اللي معايا على الصفحه كلهم او اي حد. قلت هنصور على عربيه اللي هي نازله بجاج الجديده اللي هم بيعرضوا عليها عربيه مش توك توك. الناس اللي بعتت لي في التعليقات وفي الكومنتات وقالت يا باشا صور وادينا رايك بصراحه وادينا رايك بالمظبوط وفدنا الله يصلح حالك. وفي ناس كتير على قد ما اللي انتقد 1% 7,000% جاوبوا لي في الاسئله وتفاعلوا معايا وقالوا لي الله تمام وخدوا برايي ومشوا معايا 100 100 وقالوا لي تمام والشغل زي الفل والفيديو اللي انا عملته جاب مصلحه الناس. تمام. فانا بتكلم النهارده الناس اللي هي يعني بتحاول مثلا تخش تحل الموضوع. انا ما بعملش دعايه لاي حد عامه. انا لو كنت عايز اعمل دعايه لاي حد او اعمل دعايه للشركه انا كنت قلت العربيه حلوه الكلام ده كله كنت انا خدت فلوس. بس انا طلعت لان انا وعدت جمهوري ووعدت مشاهديني ان انا هقول على بما يرضي الله واقول له عربيه كويسه او مش كويسه او عيوبها او مميزاتها. قلت مميزاتها بنزينها في كذا وقلت عيوبها في كذا. فانا قلت بما يرضي الله، يعني انا ما اخدتش او بعملش دعايه لاي حد. انا بقول بما يرضي الله عشان الناس اللي متابعانا على الصفحه ما ينفعش ان انا اضحك عليهم ولا اغشهم. والناس اللي كانت بتفكر وبتقول لك ده انت بتتكلم عليا ليه كده عشان ما بتقعدش تشتغل فيها ومش عارف الكلام ده كله. يا باشا احنا نشتغل في الطيارات مش في الاسفلت. تكاتك وبتاع والكلام ده كله ده كلها حاجات صغيره كده احنا بنتسلى بيها. تمام. اللي بيشتغل في توك توك يشتغل في عربيه بس كله بدماغه. وانا النهارده بتكلم، انت اللي قلت مش انا اللي قلت عربيه بديل التوك توك. عربيه حط تحت دي 7,000 خط. فانا بقارنك عربيه بثلاث عربيات سوزوكي ماروتي سوزوكي تمنايه. ها ممكن اجيب 28 بلاش خالص ب 30,000 ب 25,000. هتقول لي يا ده تشتغل مشاوير يا عم يسري اقول لك لا شخصيه لبيتك زي ما انت بتقول. انا ممكن اجيبها لبيتي. في ناس كده في التعليقات بتقول لك انا اجيبها شخصيه لبيتي. يا باشا العربيه دي مش هتسافر معاك مصر. لكن لما جيت 28 هتسافر مصر. يا عم ده الموتي بسرعة من صفر ل 100 في 30 ثانية ما انا ده انا وب بتكلم بس انا 140 و بقول لك 180 ألف. العربيه السوزوكي الماروت النهارده انا ما بعملش دعايه لاي شركه عامه عشان ما حدش يفهم الكلام غلط. السوزوكي الماروت النهارده تطلع من 100 من صفر ل 100 يا اخي خليها في 3 دقايق. ها 30 ثانية 30 بس في 30 30 ثانيه. ثانية. يعني اطلع من صفر ل 100 في 30 ثانيه ولا اطلع من صفر ل لا 7 ل دقايق؟ 100 ل 100 انا قلت بقول لها لك اهو سرعتها من صفر ل 70. 100 في 7 دقايق اب بيستم واحد. هي اصلا سرعتها 70 هتجيب 100 ازاي؟
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنونا الفيديو الجاي.